معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال، ازاي حالك؟ ازيك يا دكتور عاطف؟ انا قلت زمانك في الاسم ولا في امال اللي بيقولوا ان انتوا اللي حرقتوا باباهم. والله يا دكتور عاطف احنا الحمد لله رب العالمين واضحين جدا. طيب احنا معانا جمال صابر منسق في مداخلة من يومين، وكان كلامي واضح جدا وتصريحات واضحة جدا، وإذا كنا نريد أن نفعل هذا لأعلنا ولقلنا للناس هلموا إلينا. طب لا لحظة يا أخي جمال، سامعني؟ أما حضرتك هو دلوقتي بس عشان المشاهدين يبقوا فاهمين دلوقتي إن في أخبار إنه تم حرق مقر الوفد ده في ميدان لبنان وجريدة الوفد، وفي تهديدات لجريدة الوطن، صح كده يا عم جمال؟ صح لي أنا مش عرفني. أنت أكيد سمعت إنه ده اتهامات موجهة. لا أنا الآن وحضرتك بتكلمني من 5 دقايق والاتصال بيجي لي وأنا كنت نايم حقيقة. واخد بال حضرتك؟ ولست أدري من هناك ولماذا ذهب، عشان تعرف قوتك وأنت في أحلامك بتحرق. شفت بقى؟ أمال لو في الواقع كنت لكن أنا عايز إيه؟ أقول الحقيقة، أنا كنت منذ يومين على قناة الشباب. طب لحظة بس يا أخي جمال، سيبني عشان أرتب الكلام. نعم. دلوقتي هم بدأوا قالوا إن في معلومات على النت إنه في دعوة لأنصار حازم أبو إسماعيل إن هم ينزلوا ميدان لبنان وهيهاجموا أماكن معينة. نعم. مقر الطيار اللي مش عارف إيه. وبعدين بعد شوية جالنا خبر إنه بالفعل تم حرق مقر الوفد أو جريدة الوفد معا، وبعدين تهديدات، وبعدين الأستاذ مجدي الجلاد عامل يعني وصلات على كل القنوات بيهاجمكم بشدة، وبيقول كلام واضح انه انتم المتهمين انصار الشيخ حازم ابو اسماعيل. وبيقول كان قال ضمن ما قال بيوجه كلامه للشيخ حازم، بيقول له انت هتقف قدام ربنا ازاي وانصارك يعتدون على المواطنين ويرهبون المؤسسات. ده اللي قاله في الCBC. ووجه رسالة للدكتور مرسي، قال له هذا هو عصرك ولم يحدث ذلك في عصر مبارك. وقال أقول لخيرة الشاطر الذي تحالف مع أبو إسماعيل احنا في الجريدة ومش هنسيبها. هو ده بقى دكتور عاطف الإعلام الذي وقفنا أمامه، الذي يضلل الناس. وأنا بقول لمجدي الجلاد وأمثاله، أنت كيف ستقف أمام الله عز وجل بهذا التدليس وبلصق التهم للآخرين؟ احنا عندنا يعني حضرتك بتقول ان في كلام جه على النت ودعوات للنزول. احنا عندنا صفحاتنا المعروفة جدا وللصحفيين والاعلاميين ياخذوا منها تصريحاتنا. فهاتوا لي تصريح مكتوب على اي صفحة من صفحاتنا، سواء كانت صفحة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل نفسه او صفحاتي او صفحتي انا او صفحة اي واحد من اللي هم مسؤولين عن حملات التي تدعم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. اما وان ذلك لم يحدث، ونحن الان ومنذ قليل وقبل احراق المقرات قلنا للناس انه هذا الكلام لم يحدث ونحن لم ندعو احدا الى هذا. فاخد بالك؟ يعني انت يا استاذ جمال، يعني هي كلها قصة او فيلم من سيناريو وتأليف واخراج بالضبط، الذي ادعى علينا اول امس اننا كنا اللي اجتمع عليه 50 ولا 100 ولا 200 واحد ومعاهم الاسلحه ومعاهم المطاوي والالات الحاده، وهو لم يحدث له اي اساءه. اللي هو الاستاذ خالد يوسف ولا حصل له حاجه يا استاذ جمال. ولو كان كذلك لما كانش خرج من قدام الناس. لما يكونوا 200 واحد بيهددوه بالاكل كانوا كسروا عربيته. ده الواقع بيقول كده. انما هم يريدون ان يمثلوا علينا افلاما. لذلك انا بقول لحضرتك يا دكتور عاطف، انا بقول ليه كلام على قناه الشباب، لاني اعلنت على هذه القناه ان هناك مخططا انهم سيذهبون الى المعتصمين في ميدان التحرير يضربون ويقتلون ويقطعون اعلاما عليها بقى المؤيدين لمرسي او المؤيدين لحازم، بحيث ان هم يوهموا الناس ان من يفعل هذه الجرائم من اتباع مرسي او اتباع حازم. ما احنا وقفنا قدام مدينه الانتاج 8 ايام
ولو كنا نريد أن نفعل مثل هذه الأشياء لفعلنا ولا أعلنا ولا دعونا الناس. احنا مش خايفين منهم، إنما نحن نقول الواقع. طيب يعني هو ما كانش فيه اي مبرر اليوم، ولا انتوا اعلنتوا ان انتوا زعلانين من جريدة الوفد في شيء ولا من سبحان الله، الله يبارك فيك يا دكتور عاطف. ولماذا الوفد بالذات؟ اشمعنى الوفد بالذات؟ وبعدين في حاجة، ده احنا الان العملية تسير في هدوء، يعني ديك شايف الانتخابات ماشية والاستفتاء ماشي. لانه كمان الوفد اخف من الوطن واخف من التحرير واخف من الدستور يعني، واخف من اليوم السابع. ده الوفد يعني ناس يعني لحد ما اقل يعني شراسة من هؤلاء، ولو اردنا لذهبنا الى الاشرف. طب يا شيخ جمال، انت بتجزم وتؤكد انه مفيش ولا واحد من طرفكم كان موجود في المنطقة اللي فيها الحرق؟ أقول بكل وضوح لا علم لنا ولا علاقة لنا، لا من قريب ولا من بعيد بهذا الأمر، ولم ندعو أحدا لا من أنصار، لا حزب الأنصار ولا من حملة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يعني يعلم شيئا عن هذا الأمر. لا أنا بتكلم على التواجد، خليك دقيق في اللفظ. مفيش حد على الارض في المنطقه كان موجود من طرف حضرتك. انا مش بنجم واعرف مين اللي هناك، انا بقول انا ولا الشيخ حازم لم ندعو. ما انا بتكلم عليكم، ما انا بقول اهو انصار حازم لم ندعو احدا ولا علاقه لنا بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد. لكن ممكن واحد يكون هناك انا ما اعرفش. يعني عشان اكون دقيق زي ما حضرتك بتقول. تمام. احنا بنقول ان احنا لا علم لنا ولا علاقه لنا ولم ندعو احدا، ولو كنا أردنا لأعلنا. يعني المسألة مش مسألة خوف مما يحدث، احنا ما أعلناش ولم نرد هذا أصلا. طيب جزاك، يعني أنت كأنك بتقول إن ما يحدث تمثيلية للشوشرة على الدستور والتصويت. واضحة جدا، واضحة جدا، وقد نبهنا على ذلك قبل ذلك. يعني هم تلاقوا إن نسبة التصويت لصالح الدستور فوق ال 75%، فجن جنونهم. خلي بالك ده ايه بقى، ده كمان في القاهرة والمناطق اللي هي لا تحسم الاستفتاء، وإلا فهناك أماكن لسه في الأسبوع القادم كلها ستصوت لصالح المشروع. طيب هقول لك على حاجة تانية قبل ما تقفل بس يا شيخ جمال. اتفضل يا دكتور. الأستاذ مجدي الجلاد بيقول إن الاعتداء على مقرات الوفد والتيار الشعبي وتهديد الوطن خطة ممنهجة لتزوير الاستفتاء. ده موجود على الأهرام. أنا بتعجب من تدليس الناس. بس اسمع للآخر، لحظة. اتفضل. هو أكد ده الكلام ده في الأهرام على إنه دي خطة ممنهجة لتزوير إرادة الشعب المصري بعد ميل المؤشرات العامة حول الاستفتاء على الدستور برفضه. بعد ميل المؤشرات العامة حول الدستور الاستفتاء على الدستور برفض. أنا مش عارف جابها منين. المؤشرات. ما هي دي المشكلة. بس لحظة يا عم جمال، لحظة. أرى لك الكلام كله. وده قالوا في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، وقال إنهم تلقوا معلومات بشأن عزم أنصار التيار الإسلامي وخاصة المجموعات المنتمية للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالتوجه إلى مقر الجريدة، مشيرا إلى أنهم قاموا ببلاغ وزير الداخلية بهذه المعلومات وحملوه المسؤولية كاملة. وأضاف أنه وزارة الداخلية قامت بإرسال ضابط و3 عساكر لتأمين المقر، مؤكدا أن العناصر الأمنية لن تستطيع الدفاع عن المقر بسبب أن عددهم قليل للغاية. وقال أن التيار الإسلامي السياسي يسعى إلى شغل المواطنين بعملية الإرهاب الممنهجة التي يقوم بها أنصار أبو إسماعيل ليتمكنوا من تزوير الاستفتاء بعد المؤشرات الأولية التي كشفت عن رفض الأغلبية أو أغلبية الشعب المصري للدستور الذي أعده التيار الإسلامي. وكشف أن أحد الصحفيين العاملين بالوطن تعرض للضرب وتم الاستيلاء على هاتفه المحمول والكمبيوتر الشخصي الخاص به لمعرفة أنصار الشيخ أبو إسماعيل، مشيرا إلى أن الصحفي تعرض لإصابة خطيرة في ظهره وكسر في العظام. لا حول ولا قوة. واختتم قال: نحن الآن أمام عملية تزوير ممنهجة للاستفتاء من خلال تعطيل سير عملية الاستفتاء في اللجان المنتظر ارتفاع نسبة التصويت فيها بالرفض. ايه رأيك بقى يا اخي جمال؟ والله يا دكتور عاطف انا هقول لك على حاجة بديهية، بس احنا كنا امام مدينة الانتاج الاعلامي، وكنا امام مكان اخطر بكثير جدا من الجرايد.
انا امام القنوات. تمام. واخد بال حضرتك؟ ولو كان الامر كذلك لكنا هجمنا على القنوات نفسها، او على الاقل بلاش نخش القنوات، كنا منعنا من يقومون بتشويه الاسلاميين وبتدليس الحقائق من الداخل من الخارج قبل ان يدخلوا، ولكننا لم نفعل ذلك، وهم يحاولون وهم يكذبون للاسف ويوهمون انفسهم انهم صادقون. احنا يا شيخ يا دكتور عاطف وحضرتك تعلم هذا جيدا، واقول للناس وقد كررت هذا مرارا، احرص الناس على دماء الناس، طيب يا شيخ جمال، على اموال الناس يا شيخ جمال، واحرص الناس على ممتلكات الناس. شيخ جمال فنحن لا نفعل هذا. خليني بس سيبني من الكلام العام. مبرر. اسمعني يا شيخ جمال. نعم. سؤالين سريعين. هل انت بتتوقع انه في الاسبوع اللي قبل ما المرحله الثانيه من الاستفتاء يعملوا لكم تهمه كبيره شويه، يعني قتل في التحرير، حرق، معرفش، يعني اي مشاكل كبرى من النوع ده؟ وهم يحاولون ليل نهار الصاق التهم بنا من ايام احداث العباسيه وغيرها وبعدها وقبلها، ونحن نكرر هذا مرارا وتكرارا ونبين ان هناك مخططا واضحا. انا قلت لحضرتك مره تاني وعشان اخواننا المشاهدين يعوا هذا الامر جيدا، احنا قلنا انه في ناس هتحاول ان ترتدي ثياب الله اعلم بقى يلبس ايه، مش القضيه، انما الشكل العام عايزين يظهروه ان هم دول اتباع مرسي او اتباع ابو اسماعيل، ومش مانع ابدا يلبسوا يعني يأجروا لحى ولا حاجه عشان يبقى منظرهم ملتحين كمان. طيب السؤال الاخير يا شيخ جمال، ويروحوا التحرير يحاولوا يضربوا المعتصمين بالرصاص والحرق والضرب وما الى ذلك ويلصقون التهم الينا، وده مخطط احنا نبهنا يا جمال عليه. انتوا على اي اساس تم انفض الاعتصام اللي كان امام المدينه؟ هل خدتوا وعود بشيء معين ولا انتوا زهقتوا ولا سقعتوا ولا ايه الموضوع؟ احنا لا بنزهق ولا بنسقع، احنا طالما خارجين لله عز وجل هذا لا يعنينا، والشباب كانوا مصرين اصرار شديد جدا على البقاء، انهم عارفين ان ده عمل في سبيل الله عز وجل. طبعا على اي اساس؟ الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل قال انا ارى انه الامور قد هدأت، وانه الخطر الذي كان مهددا لقصر الرئاسه قد زال، وان هذه القوى لن تستطيع ان تجتمع مره اخرى لفعل هذا المخطط الاجرامي، فما فيش داعي بقى من وجودنا الان في هذا المكان، ونحن على أهبة السلبات في اي لحظه ان ننزل وندعو الناس الى النزول مره اخرى. فلذلك انصرفنا. يعني انتوا خلاص ما فيش خاصه وان الاستفتاء كان موجود النهارده، والمفروض ان الناس هتتحرك في اللجان وما الى ذلك. طيب شكرا يا شيخ جمال، ولو في حاجه تواصل معنا وبلغنا بيها اول باول ان شاء الله على مدار البرنامج.